آيس كريم ب4 مكونات على طريقة ماما. أي نوع فواكه بتحبوها فيكم تضيفوها. كوب بودرة شانتي، كوب حليب، نص كوب حليب محلى، حتى يصيروا بهذا الشكل. نفرقهم في العلبة وندخلهم على الفريزر حتى يجمدن. طلعناهن من الفريزر وقدمناهن. طلعت كتير طيبة وتشهي. جربوها وراح تحبوها. يسلم ايديك يا ماما. لا تنسوا اللايك والمتابعة. باي.